طبعا خليكم مركزين في السنابة، بكلمك عن موضوع بلوتوث. خليكم مركزين اللي يسألون عن نظام بلوتوث كيف يشتغل في الأكيورد. طبعا تحتاج مسجل وارد أمريكا بس فقط، تحتاج مسجل وارد أمريكا إن شاء الله. شوف هذا مسجل وارد أمريكا. طبعا المركب ضفيرة خليجي كامل السيارة. انزين ركب مسجل هذا، عندك فيش بصوره الحين، يكون لازم موجود عندك، لأن الفيش هذا مو موجود في الخليجي. الفيش بس فيش واحد مو موجود في الخليجي، يعني ما يركب في المسجل، لازم تغير هذا الفيش. بصور الحين فيش وخليكم مركزين. طبعا تحتاج هذا الفيش، ويركب هني هذا، كان واضح عندكم هذا فياش كلها أصلا واضحة. هذا الفيش الأول هني يجيك. طبعا هذا الفيش. طبعا وش تسوى تجيب هذا الفيش وهذا أمريكا وتشبك الأسلاك. كيف كانت الأسلاك ماشية، يعني إذا كانت، شوف عندكم هاي النظام، شوف كيف كانت في الفيش هذاك تركب مكانها بس فقط. كانت مكانها في الأول، في الثاني تفك السلك وتركبه. أصلا واضح الحين. شوف هذه الأسلاك عندكم واضحة، شوف من خلف. طبعا تركبه خلاص أمك طيبة. طبعا هذا فيش. طبعا هذا بلوتوث شغال عندي، شوف. طبعا هذا بلوتوث شغال عندي وأموره كلها طيبة الحمد لله. ودي أكلمكم بعد في شغلة ثانية عشان بلوتوث. تروح محل مسجلات تقول ودي أركب نظام بلوتوث في المسجل حق المسجل بنفسه، يركب لك قطعة بلوتوث. صراحة أنا ما جربت ولا أدري هل تصلح ولا لا، بس هذا اقتراح أنا جبت لكم. أنت تشتري مسجل وكل شيء، جرب هذه الطريقة. نجحت حيسويها، ضبطت كل شيء خلاص. ما ضبطت تركب عندك مسجل بلوتوث خلاص أمورك كلها طيبة. وتركب لك الفيش أهم شيء، وهذا كل شيء. اللي سأل عن نظام بلوتوث في الأكيورد كيف تشغله النظام.